عنا تعليمات كتير لازم نلتزم فيها. اول شيء انه احنا ما لازم نطخي ابدا، تمام؟ هذا اليوم كامل لحد وقت النوم، و6 ساعات نحن ممنوع نتسطح على ظهرنا. اوكي. والنوم رح تكون على الظهر، ممنوع ننام على الجنب يمين او يسار او حتى طب. واكيد ما لازم نفرك هي المنطقه او نقرب عليها، هي المنطقه اللي حقنا فيها كلياتها. كمان ما بصير نقرب على مصدر حراره او بخار. كيفك دكتورة؟ أنا جاية لعندك اليوم لحتى أعمل بوتوكس وحابة أعرف عنه شوي. هلا البوتوكس عنا هو مو بس اجراء تجميلي، هو اجراء علاجي ووقائي. علاجي نحن بنستخدمه لنعالج الشقيقه، اللي عالم معها شقيقه وجع بالراس، هدول القصص نحن بنستخدمه لحتى نعالج هي القصه. ووقائي كمان مشان ما يصير عنا التجاعيد الحركيه، تصير عنا تجاعيد ثابته، تمام؟ فهذا حتى لو عملناه بعمر صغير هو افضل، مشان ما تحفر عنا هدول التجاعيد وتصير تجاعيد حتى وقت السكون ضل مبين التجاعيد. طب قديش المدة اللي بضل محافظ عليها البوتوكس؟ هلا هي الشغله بتختلف طبيعه الجسم وطبيعه نمط حياه المريض اكيد، حسب هو رياضي او شو بياخذ، بس توسط ايام بين 4 ل6 شهور. هلا بالنسبة انه هو رياضي بتأثر عليه شيء؟ طبعا المريض الرياضي بيروح عنا البوتوكس عنده من جسمه اسرع. فيه وجع؟ عندي اكيد لا. نجرب هلا؟ يلا. هلا بدنا نحدد المناطق اللي بدنا نحقن فيها البوتوكس. ارفعي. بدنا نحقن بهي المنطقه مشان نعالج هدول التجاعيد. عبسي. واكيد لازم نحقن هون وهون مشان العبسه طبعا بالطرف الثاني. بدنا نحقن حول العين مشان ناخذ شقلة العين وتحكي ونعالج التجاعيد اللي حول العين. وبالاضافه رح نعمل لها اجراء انه رح نحقن منطقه الصدغين مشان نعالج لها الشقيقه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك دكتورة. شو حسينا بالوجع؟ لا ما في وجع ابدا. تمام. هلا نحن بدنا 4 ل 5 ايام لحتى تبلش تظهر النتيجة عنا، والنتيجة النهائية بنحصل عليها بعد 14 يوم، إذا كنا بحاجة بنعمل رتوش بعد 14 يوم. تمام دكتورة، هلا بدي اسألك، بعد ما الواحد يحقن البوتوكس في شيء اجراءات لازم يعملها؟ أكيد عنا تعليمات كتير لازم نلتزم فيها. أول شيء إنه نحن ما لازم نطخي أبدا، تمام؟ هذا اليوم كامل لحد وقت النوم، و6 ساعات نحن ممنوع نتسطح على ظهرنا. اوكي. والنوم رح تكون على الظهر، ممنوع ننام على الجنب يمين او يسار او حتى طب. واكيد ما لازم نفرك هي المنطقه او نقرب عليها، هي المنطقه اللي حقنا فيها كلياتها. كمان ما بصير نقرب على مصدر حراره او بخار. لمدة قد ايه؟ هذا الحكي كلياته لليوم، والنوم على الظهر ليومين. تمام، شكرا كثير. الحمد لله على سلامتك. شرفتيني.